ركز معايا دقيقة علشان دلوقتي هديلك كبسولة هتشتغل على مراكز الإبصار في المخ عندك وتخليك تقدر تشوف الناس على حقيقتها إن أول مرة تكلمهم فيها، بس استخدامها بحرص لأنها قوية جدا. بدأ يزيد أول لقاء ليك مع أي شخص يديله المساحة في الكلام بقدر الإمكان، ومن كلامه تتبع الصورة الذهنية اللي هو عايز يوصلها لك عنه. بمعنى حسيت مثلا إنه عايز يوصل لك إنه شخص طاقي أو قوي أو صريح أو ضحية، أو مثلا شخص واصل واجتماعي أو صايع ومرقع أو طيب وغلبان وغيره. ركز في كل كلمة وكل حرف، هو بيحاول يرسم لك بيه صورة ذهنية نفسه، ومجرد ما تلقطها ودماغك تقراها اعكسها الناحية التانية بدون تفكير. يعني لو وصلت لك الصورة دي من شخص قوي يبقى ده شخص ضعيف، إنه طيب وغلبان يبقى ده شخص خبيث، والخازوق اللي جاي من ناحيته بيحلق في الأفق إنه صايع وعارف القرد مخبي إنه فين يبقى أهبل وعويل، وجهود يكون حامل من القرد ذات نفسه. لو الشخص اللي قدامك قليل الكلام أو بشكل ما كلامه ما يوصلش أي صورة ذهنية، ساعتها هتعمل حاجة اسمها بلانس تيست أو اختبار النظرة الخاطئة. مع وسط الكلام معاه هتبحلق مرة واحدة وانت باصص في عينه، وخد بالك تبحلق مش تبرق، كأن مثلا حد شاكك بدبوس، وبعدها على طول هتنقل نظرك وتثبته الثواني على أي حاجة حواليك. بمعنى أدق تحسسه إن في حاجة غريبة حصلت في اللحظة. لو عينه راحت معاك مكان ما بصيت وعلق مثلا قالك في إيه، أو حتى لو معلقش، يبقى ده شخص طبيعته فعلا قليل الكلام مش ساكت عن وده ما يتقلقش منه. إنما لو متهزش ولا اتحرك له رمش ولا فارق معاه، ده بقى شخص خطر بيتقلق منه. وغالبا ده حد شاف الحلقة دي قبل كده وعمل سبسكرايب وانضم للنور. اشوفك في الكبسولة الجاي، سلام.